السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نفتحوا ملف واحد القضيه اللي هزات الراي العام وخلات بزاف ديال التساؤلات مطروحه. ماشي غير قصه ديال وفاه عاديه، بل هي سيناريو كيشبه اخواني اخواتي شي فيلم ديال الرعب تفرجتي فيه في التلفاز، ولكن هاد المره الواقع كان ابشع من الخيال. معطيات صادمه، مستجدات قويه، وتفاصيل كتشير لواحد الحقيقه اللي يمكن ما كناش باغيين نصدقوها. انور، الشاب اللي كان كيعتبر الكلاب ديالو خوتو، يعني وحدين من العائله ديالو، افراد من العائله، لقى راسو في مواجهه الموت بسببهم. كيفاش تحول رفيق العمر العدو في لحظه، وكيفاش دخلت الفرقه الوطنيه على الخط. خليكم معايا اخواني اخواتي، غادي نحللوا هذه المعطيات دقه بدقه. نرجعوا بالذاكره الوقت لذاك الصباح بالضبط مع 8 ديال الصباح. انور خرج كيف موالف باغي يدير لا مارش هو والكلاب ديالو، ومنها يشري واحد الطرف ديال الخبز من عند الحانوت اللي قريب ليه. كان حاس بالدوخه، شي حاجه ماشي هذيك، وتواصل مع واحد السيده اللي كان كيعرفها واللي هي الخطيبه ديالو. المكالمه كانت اخر خيط ديال التواصل هي حسات به، ماشي هو هذاك. نصحته انه يرجع للدار باش يشوف شنو واقع وباش ياخذ الدواء ديالو. هادشي اللي دار السيد، ولكن بمجرد انه دخل القدر كان مخبي ليه مفاجاه صعيبه وصعيبه بزاف. طاح للراس ديالو نتيجه لواحد الدوخه كانت شداتو قبل ما يدخل للفيلا. اخواني، السيد بدا كينزف، وهنا الخطيبه وهي في التليفون بدات كتسمع اصوات ماشي عاديه، غوات، نباح، فوضى، القضيه ملونه. شي حاجه كانت كتوقع داخل الفيلا، شي حاجه ماشي عاديه وماشي مألوفة. حيت السيد ما كيدويش وكتسمع غير الكلاب كينبحوا وكيجروا في شي حاجة. الخطيبة مجرد ما سمعت هذا الشيء طارت للمكان، لقات الباب مفتوح، دخلات لقات المصيبة على وجهها. المشهد كان أقوى من أنها تتحمله. أنوار فقد الوعي، والكلاب اللي كان كيعتبرهم أفراد من العائلة ديالو هجموا عليه في واحد اللحظة هستيرية. غادي تسولوني علاش؟ التحقيق كيشير لواحد القاعدة غريزية: الكلاب وخاصة فصيلة البيتبول غريزتهم ما كترحمش ملي كيشوفوا اللون الاحمر، يعني ملي كيشوفوا الدم فهم ما كيبقاو يعرفوا لا راه المعلم ديالهم لا صاحبهم لا حتى شي حاجه. النزيف اللي وقع الانوار كان هو الشراره اللي خلات الغريزه الحيوانيه تسيطر على الوفاء ديال هاد الكلاب. هادشي اللي اكدته فرق التشخيص القضائي بعد فحص كاميرات المراقبه. ولكن وسط هاد السواد خرجت الام معطيات قلبت الموازين. الام ما بغاتش تطيق هاد السيناريو، شكت في صديق لولدها كان بيناتهم نزاع قديم، وقالت باللي هاد السيد حتى هو كيربي الكلاب، وربما يكون هو اللي وراه هاد الشيء، هو اللي دبر هاد المصيبه للابن ديالها، بحكم انهم كان بيناتهم نزاع. هاد التصريح خلى الفرقه القضائيه تعاود تفتح هاد الملف من زاويه اخرى وتحاول تدقق في هاد الشيء وفي التصريحات اللي خرجت بهم الام، وتدقق في كل الاحتمالات. واش الكلاب ديال الصديق هي اللي دارتها؟ واش فعلا هاد الفكره صحيحه؟ واش كان سيناريو مدبر؟ التحقيق الجنائي هنا خاصو يحسم في المعطيات التقنيه وما يخليش العاطفه هي اللي تحكم. اخواني اخواتي، بعد كل هذا التدقيق، المعطيات اللي عطاتها الكاميرات والخطيبه كترجح بقوه فرضيه الحادث المأساوي. يعني غالبا ما كاين حتى شي حاجه، خصوصا انهم من يرجعوا العناصر ديال التحقيق للكاميرات غادي يشوفوا بان الكلاب فعلا كانت عندهم مده طويله، وربما مني كانوا صغار. يعني القضيه ما عندهاش علاقه بالصديق ديالو اللي خلى ليه الكلاب ديالو. وكترجح بقوه فرضيه الحادث المأساوي. الكلاب ديال انوار في لحظه غياب الوعي ديالو ما عرفوش الصاحب ديالهم، عرفوا غير الخطر والدم. مني شافوه ما بقاوش كيعرفوا اشنو كيديروا. هاد القضيه ماشي غير ملف جنائي، هي صرخه تحذير لكل واحد كيربي كلاب شرسه في البيت ديالو. الطبيعه كتبقى طبيعه والحذر واجب. انور مشى عند الله وخلى وراه قصه كتبكي، ولكنها كتعطينا درس كبير. الغريزه ما كتعرفش الصداقه. كان معاكم محللكم اخواني اخواتي، نتلاقاو في القضيه الجايه، والسلام عليكم.